تعالي بقى النهارده نعمل احلى طاجن كوسه وبعيد خالص عن الطبيخ وبشكل مختلف. اول حاجه تقطعي الكوسه كده، وبعد كده الفلفل كده سحر احنا يا جماعه. وبعد كده هتجيبي بصلايه برضو وتقطعيها بنفس السحر، وبعد كده اركنيهم بقى على جنب. وبعد كده هتجيبي اي بانيه عندك تقطعيه تقطيعه الشاورما، او ممكن توديه هناك كده بايديكي هيرجعلك متقطع على طول. انا لقيتهم يا جماعه بيعملوا كده في الخضار فقلت بجرب. هتجيبي بقى اي طاسه فيها مكعب زبده، وبعد كده هتنزلي بقى الكوسه وتشوحيها كويس جدا مع ملح وفلفل لغايه ما تاخد لون ذهبي كده معاكي. او ما تاخد اللون ده ارفعيها بقى في اي طاجن او اي برام انت هتعملي فيه. في نفس الماده الدهنيه هتنزلي بقى بالبصلايه تشوحيها كويس جدا لغايه ما تدبل، بعد كده انزلي عليها بالفراخ لغايه ما تاخد لون معاكي. بهريها بقى بملح وفلفل وسيبيها لغايه ما تاخد لون. حطي بقى الفلفل الالوان وهو بالظبط دقيقتين، وبعد كده ارفعيه على طول اول ما ياخد اللون ده وحطيه على طول فوق الكوسه. وبعد كده نفس الطاسه هتحطي مكعبين من الزبده او 3، ما تكتريش قوي السمنه عشان يبقى خفيف، ومعلقه كبيره من الدقيق، وحمري بشاميل عادي جدا. انت هتحسي ان هو البشاميل اللي محتاج سمنه، لا حاولي تقللي السمنه على قد ما تقدري عشان الطاجن يطلع معاكي خفيف. ونص رتل من الحليب اللي هو بيجي من عند اللبان، وقلبي بقى كويس جدا وبهريه بملح وفلفل ومرق الدجاج، وقلبيه لغايه ما يتقل معاكي ويبقى احلى بشاميل كريمي. هاتي بقى طاجن الكوسه وانزلي عليه بالبشاميل، وبعد كده حطي شويه جبن على الوش، وبعد كده خليهم الفرن على درجه حراره 200. هيقعد حوالي نص ساعه يطلع لك احلى طاجن كوسه بالبشاميل. يا رب الوصفات تكون بتعجبكم. اشوفكم بخير الفيديو الجاي. سلام عليكم.